يلا صباح الورد، صباح الفل عليكم حبايبي ومتابعيني من كل مكان. النهارده بقى قلت انزل الشارع كده واخدكم جولة معايا. النهارده الاثنين وسوق الاثنين والاسعار جميلة واسعار حلوة قوي. يلا تعالوا كده، يلا نشاط كده وانزلوا معايا كده. ديت بقى ست كده بتبيع ايه كلف وحاجات ستان ومناديل اللي هي بواقي الفنادق والحاجات دي. وهنا الراجل ده كان بينادي كل حاجة اي حاجة ب10، بس الصينية ديت سألته عليها ب10. لكن الكنكه ديت بقى سألته عليها جميلة قوي كبيرة وحلوة. قال لي ديت ب75، بس حلوة يعني خامتها حلو. وهنا بقى الفانيلات الداخلية والشراويل دي يا جماعة الواحد ب150، جميل سعره حلو يعني مش غالي. تمام. وهنا دي بتاع عبايات برضو بتاع بناطيل الجينز. هنا بقى لقيت ده بقى والله بصوا، يعني حاجة جميلة قوي، يعني عنده كل حاجة، خلاطات كب حاجة الخلاط، حاجة التلاجة، الرفرف بتاع التلاجة، عيون البوتاجاز، كل حاجة عايزة تسألي عليها، الحاجات بتاع السخان حاجته حاجة جميلة. وهنا ده بقى بتاع الكوتشات بقى. الكوتشي هنا كان ب150، وبيقول لي اليمة التانية هنا استنى، ده الواحد ب150، هنا ده ب110. اي واحدة اليمة دي كده ب110 من اول الكوتشي اللي هو مخطط ده. تمام، ده كده اسعار. جيت هنا بقى بتاعت القماش ديت، بسألها على الفسكوز. كانت بصوا قماش الفسكوز دي قماش فسكوز، بس مش عارفة بيكش ولا مبيكشش. هي كانت تقول لي المتر ب60 جنيه. وبصوا بتاع التوابل، وديت بتاع التوك كده، اللي عايز بقى يدلع بناته بقى توك كده. جبت الرحمة شوية توك حلوين كده من. وده بتاع عبايات برضو اهوت وتيشرتات. ده بقى بتاع كوبايات جميلة قوي، كان الطقم ب35. وهنا لب وزداني برضو. بصوا فيها حاجة، سوق الاتنين يا جماعة مليان 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 كنوز، مليان كنوز. دي عبايات فسكوز ورا اهي برضو. وكان واحد قاعد بمكان. وهنا الشروال ب120 جنيه. تمام. ده هنا بقى بتاع مونيكير روج، مخمرية، كل حاجة. بتاع الصبار ده بيعمل صبار طبيعي، جيل صبار طبيعي. تمام. هنا بقى بيقول اي حاجة ب10 برضو، بس سألته على الازازة اللي تحت دي، قال لي ب25. وديت قال لي ب25 برضو، اللي هي الراتان ديت بتاعت المناديل والرمود، منظم للمناديل، علبة المناديل والرمود لو تحطي فيها رمود. بس عنده حاجات جميلة، يعني عنده برضو طقم التوابل ده ب10. هنا اي بوكسر هنا بتاعت الاولاد ب12.5. هنا بقى جيت اسأل على الطقم الداخلي اللي هو على بعضه ده، قلت اسأل عليه الرحمة يعني. فقال لي الطقم ب35، بس مش المقاس اللي انا صورته ده. هو المقاس هتشوفوه دلوقتي، ايوه المقاس اللي متعلق ورا هناك ده ب35، اللي هو مقاس 4 سنين، ده كان اكبر شوية. وهنا بقى الحاجة دي كانت بتبقى قاعدة بالصاجات كده، بسألها الصاج بكام، قالت لي الصاج الصغير ب40 وب50. عندها كل حاجة بقى، النشابة والصاروخ وبتاع البفتيك وكل حاجة، مناخل، شنط سوق. هنا ده بترنجات، الترنج كان عامل 175 جنيه. الترنج عندها عامل 175 جنيه. وده بتاع الشباشب بقى، طبعا الشباشب لها اسعار كتير. وقفت بقى، عجبتني قوي العبايات اللي عليها الرسومات دي، البنات دي جميله قوي. انا عارفه ان انا شفتها قبل كده، يعني شفتها السنه اللي فاتت، بس دي جميله قوي عجبتني، فقلت اما اشوفها يعني اتفرج عليهم. وده بتاع تيشرتات وشراويل برضو. وهنا بقى ايه كنز الكنوز ده محل قماش. انا طبعا عشان عندي المكنه فبحب ايه اتفرج على القماش يعني. كنت بدور هنا على ايه قماشه حلوه كده، زي فسكوس كده، اعملها زي بيجامه او ترنجات لرحمه يعني. فبس ما لقيتش، لقيتهم كلهم اللي هم الايه بتوع الدريسات. وهنا برضو لقيت قماش ملايات جميل قوي، ال4 ب100، ال4 متر ب100، حلو جدا، سعره حلو وقماشته حلو. هي خشنة سيكة بس حلو. تمام، تمشي الغرض. وهنا بقى كنت الترنج ده لفت نظري كده، اللي هو الاخضر مش الاصفر ده، الاصفر ده صغير، الاخضر ده لفت نظري كده. بصوا 3 قطع، بتقولي ب100 جنيه. هنا اي حاجة ب10. المقشة دي ب10، المقشة من غير العصاية وفرشة الحمام دي ب10. تمام، ده كله اي حاجة ب10. هنا ده بتاع بالة يا جماعة، ده بتاع بالة. فقلت لقيت شنط كده، خدت عيني نظرة. الشنطة البني دي، ايوه البني دي، لقيتها لفتت نظري كده. فقلت اما ادخل اسأل عليها بكام. هي ما فيهاش اي حاجة الصراحة، شنطة على يعني ايه، ما فيهاش اي حاجة ولا اي خدش. قال لي ب75، الشنطة هنا ب75. بس ديت لقيتها، لا ديت لقيتها شوية يعني ايه، مش عارفة يعني اقول لكم، لا مهرية شوية.
لكن البني كانت لسه والله اكنها جديده يعني ما فيهاش حاجه. ودي بتاعت قماش برضو، قماش ستاير، قماش قابلني بقى بتاع الشامبوهات ده بيقول لي العروض ديت، ده العرض ب110 وده ب150. كان معاه عرض كمان ب150 اللي هو 4 مع بعض. بس انا الصراحة جبته مرة وما عجبنيش خالص، فخفت اجيب منه سنة. دي بقى بتاعت شباشب، هي بيبقى فيها ديفوهات كده صغيرة، حاجات بس بسيطة كده يعني ايه، تلاقيه يعني الشبشب زي ملسوع، مش عارفة ايه، حاجات بسيطة كده. كانت بتبيع الشبشب، يعني الشبشب بيبقى بره ب70، هي بتبيعه ب35 ب30. وهنا بقى ده بتاع الستاير وفلفل والخضار بقى طبعا. لفت نظري الناس كلها عمالة على البصل، لقيت الربطة دي ب10 جنيه بتاع البصل دي. وهنا بقى بتاع الورد ده، الزهرية الصغيرة اللي هي تحت صغيرة اللي فيها وردة واحدة دي ب10 جنيه. واما الزهرية دي قال ب75، ب50 فاضية وب75 ايه مليان. لفت نظري بقى الجبنة بتاعت الست، بتاعت الجبنة دي ست طيبة جدا. عندها الجبنة القديمة ب60، واللي هي مفروتة شوية دي ب30. والجبنة البيضة ديت ناس كانت بتاخد منها برضو، هي مفروتة زي الجبنة القديمة كده، ب30 برضو. فاسعارها حلوة قوي. انا دقت الجبنة طعمها جميل يا جماعة والله. الله يبارك لها وربنا يرزق الجميع يا رب العالمين. وبتاعه الرنجة جنبها برضو واسلاقي، بس الفيديو ما جابهاش. بتاعه الرنجة كانت بتقولي ب80 وب90، والكبيرة طبعا كانت بتقولي عاملة 120. وهنا الليمون يا جماعة، صادفت ان الليمون ب40 جنيه، بس هو صغير وناشف شوية. الربع كيلو كان ب10 جنيه. ده طبعا بتاع بيلا برضو، لا لفت نظري الشورت الجينسي ده، بس لقيت فيه ديفو كده تحت، قطعي تحت كده. والست دي كانت بتبيع بتاع الاسبونشات بتاع المنظفات بقى، جميلة قوي. كنت بسأل على البتاع دي، قالت لي ب7 جنيه ونص. هنا بقى ده بصوا بقى الكنز بتاعي ده بقى، ده كلف وخيوط وحاجات الستاير وشرايط الستاير. وهنا دي الست دي بتبقى قاعدة بدباديب كده قديمة مستعملة. وهنا المناديل كانت بتقولي علبة المناديل فايل دي ب35. وده بتاع جبنة، جبن ولانشون وجبن ولب بقى وتسالي وحاجات من اللي قلبكم يحبها بقى، ومقرمشات. بصوا السوق مليان والله العظيم. يعني انا قابلني كذا واحد من بتاع المقرمشات وبتاع اللب وبتاع التسالي ده، بتاع التوابل برضو في اكتر من واحد. بصوا انا بقول لكم هنا بقى ده السلم الامير، بتنزلوا من عليه تلاقي السوق تحت رجلكم على طول. تمام. والست اللي عدت دي بتاعت بتبيع كبات وحاجات كده بتاعت الاطفال. وده بتاع برضو كوباية ازاز، مجات، كل حاجة، زجاجات، كاسات، حاجات جميلة اوي. هنا هنا برضو شراويل وتيشرتات. التيشيرت كان عامل 150. هنا الترنج عامل 175، وبيقولها الصغير كان عامل 150. يعني بسمع الاسعار كده وانا ماشيه. يلا لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنا الستاير بقى، كانت الستاره عامله 250 جنيه. اوعى بقى اوسع على البط. البط كان الكيلو عامل 100 جنيه يا جماعه. اما الفرخه الحمراء اللي فوق ديت، كانت الفرخه عامله 110 والبيضه عامله 150. وهنا بقى ده اللي هو الراجل اللي بقى ابو 10 جنيه اللي بيبيع البلاستيكات ابو 10 جنيه، فقلت اوريكم شويه. جينا هنا بقى الاقلام الكيس ده كان عامل 10 جنيه، جميل قوي. انا مش عايزه اقول اسعار يعني في الفيديو كتير، عشان الاسعار انتوا عارفين بتتفاوت من يوم ليوم، من ساعه لساعه كمان. فانا مش عايزه اقول اسعار. هو القلم الكيس بتاع الاقلام ده كان بعامل 10 جنيه. في اقلام فيها 4، كيس فيه 4 وكيس فيه 3. والاقلام الرصاص برضو كان الاقلام فيه 3 وفيه 4. الكيس ب10 جنيه. عنده بقى كل حاجة، برايات، مساطر، اساتيك، كل بريت، طبعات، كل حاجة. وهنا بقى الراجل ده كان عنده برضو المساكات دي جميلة قوي، وغطيان الحلة ديت كمان عندي كم غطا كده من غير حاجة، فقلت اما اسأل عليها. ومصفات ده ميلامين بقى، اطباق ميلامين، كل المقاسات اللي انت عايزاها. والصينيه دي كنت بسأل عليها، لا قال لها انا هقصر عليك الطريق، دي ب150. فحلو. ده بتاع ترابيز بقى وحاجات عدة بتاعت الشغل ديت. ودي التوك بقى، قلنا اللي يحب يدلع بناته يجي هنا بقى. بص التوك، بص اشكال ولان. لفتتني النظر بقى المخدات دي، المخدديه ديت بتاعت الانتريه دي، جميله قوي. فبس قالوا عليها، قال لي هي بالخداديه ب75، بالمخده يعني ب75، لكن فاضيه ب50 بس. ودي بتاعت القماش بقى اللي انا كنت بقول لكم، سالت على الفسكوز. اهي دي القماش الفسكوز اللي انا سالت عليها الاحمر ده. قال لي المتر ب60.
وديت مشايات كده، كنت عايزة مشاية للمطبخ، فببص عليها لقيتها مشمع من ورا، فما عجبتنيش، هتزحلق مش حلو، متوصلة. فقلت لا لا، خلينا في العادي ده. وهنا برضو ديسكيات وحصر. ايوه التيشيرت ده بقى، هو رجعت لكم بقى بتاع التيشيرتات ده، صورت لكم عنده. التيشيرت ده ب160 جنيه، ده مقاس كبير يا جماعة، بيلبس رجالي، مقاس كبير. والصغير ده ب150. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع يوميات فوفو.